بقى في السؤال ماشي مشكل. لا بد أن يتذكر الشعب المغربي أن موازين هي المولود الشرعي من فكرة اتحادية هي مهرجان الرباط، الذي أطلق أن تكون في الرباط التعدد والتنوع وكذا هو الاتحاد الاشتراكي القوى. ولذلك كل بحث عن الدولة العميقة وغير العميقة لا يستقيم. لا شوف بعض المرات عقلية المؤامرة تسيطر علينا في أذهاننا. احنا أمام فرجة ممتعة خرجت لها الاسر. لا باش ما نبقاوش في هذا المهرجان ديال الموازين او الفيلم. غير اسمح لي الاخت صباح عافاك الله يجازيك بخير. احنا المشكل وهذا راه اشكاليه مهمه اللي كنتكلموا عليها، واش كاين فعلا بعد عندنا تيار حداثي قائم بذاته واللي نقدروا مثلا نعولوا عليه في مواجهه ربما هجمات كتجي من الفينه والاخرى ديال بعض التيارات اللي كتشكل خطر على المجتمع او لا؟ هذا هو السؤال. وانتم الموقع ديالكم واش موجودين في التيار الحداثي؟ احنا ماشي في حرب، لا يعني نقاش سياسي. لا شوف الجواب هي ديك الصور الجميله التي تناقلتها كل الفضائيات في العالم. تسأل عن الحداثه شوفها في وجوه دوك الشباب دوك الشابات دوك الاطفال. هؤلاء ماشي احنا سننوب عنهم اليوم. حضورهم هو دفاع عن اختياراتهم، صمودهم بمئات الالاف. دابا الى خرجتي في الرباط في هذه الخمس المحطات ما يمكنش تصور. لا تسع مدينه الرباط الناس الموجوده في الساحات. لا رجاء انا تنبغي غير واحد مثال. احترموا اراده المغاربه. راه مني وقفوا البارح امام البرلمان ضد المهرجان راه كانوا 10 من طرف هذا الحزب الاغلبي ولا 20. يشوفوا شحال الشباب والفرحه اللي تيشاركوا بها سواء في الامداح الدينيه سواء في الاغنيه المغربيه سواء في الاغنيه الشبابيه سواء في الاغنيه الطربيه العربيه سواء في الاغنيه الدوليه. اسمح لي راه ما تتحدثون عنه من نجوم. مني تدخل اليوتيوب تتلقى الذين داروا ديك الجيم ديالهم اكثر من مليار. هادو راه رسائل اكثر من مليار في البشريه تابعت هذه الاغاني وتابعت هذه النقاش. باقي لنا بزاف ديال المحاور. وقت صباح الله يخليك.